أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي، معكم حفيظ الدراجي يحييكم ويشد على يديكم. أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم الآن أفضل لقطات الأسبوع في الدوري التونسي الشقيق. نعم، إنها البطولة المحترفة الوحيدة في العالم التي فيها مدارج في شكل كعب بقلاوة. كمان أنت رائعة يا جماهير. أين أنت من هذا يا جماهير الأولترافورد؟ أولالا 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 أولالا. نعم، لقد كان هذا الأسبوع أسبوع الأعصاب والنرفزة سيداتي سادتي. لكن والحمد لله الجامعة التونسية الشقيقة قامت بانتداب أعوان مختصين في حفظ الأخلاق ومنع الكلام البذيء. أولالا أولالا أولالا. نعم، هنالك لاعبون غاضبون وجماهير غاضبة، ولكن كذلك الصحافة هي غاضبة. انظروا إلى زميلنا المعلق كيف يعلق واقفا على حافة الميدان وفي يده كرطابة. انظر إلى زميلنا فؤاد كيف يحاول القيام ببراكاج على بلال العيفة. نعم، هناك مسك من اليد سيد الحكم. أين أنت من كل هذا سيد الحكم؟ عفوا سيداتي سادتي، الحكم لاهي في حاله، ما عنده والو، وخرج من الميدان بعد أن تعرض لإصابة خطيرة. الحمد لله أن الدوري التونسي لا يخلو من التشويق والأهداف كذلك. أولالا أولالا أولالا. ومن يقول أهداف يقول فرحة ويقول احتفالات. لا يا رونالدينو، لا يا رونالدينو، ليس بالرقص والميوعة وإنما على الطريقة التونسية. ما هذا يا بنجاح؟ ما هذا يا بنجاح؟ أولالا أولالا. حركة لا أخلاقية على كل الشاشة التلفزية، وهنا هتافات جهوية عنصرية، وكما يقول كابتن خالد حسني: كفانا يا أخي كفانا. أولالا أولالا، كفانا يا أخي كفانا. هذا هو حفيظ الدراجي يحييكم.